السلام عليكم. اليوم غادي نعطيك الطريقة السهلة واليسيرة اللي غتخليك توجد الامتحان ديال التعليم الابتدائي، المباراة ديال التعليم الابتدائي بشكل جيد وسهل، وغادي تخليك توصل للأهداف ديالك بكل سهولة ويسر. بطبيعة الحال كتوجد مزيان وتبارك الله ما شاء الله عليك، وأكيد ربي غيسر الأمر ديالك. غير الطريقة راه مهمة كيفاش كنوجدوا. نطلب منك هاد الطريقه اللي غنعطيك، نطلب منك حاجه واحده شنو دير، غتصبر لهاد الفيديو اللي فيه تقريبا 4 دقائق، ما غاديش نزيد عليها، وتتبع الخطوات وما توقفش في شي لحظه. تبعها، خذ الخطه وسير اشتغل بها. طبيعة الحال راك درتي المراجعات وبغيتي تبدا وما عرفتي باش تبدا، واش تبدا بالديداكتيك ولا تبدا بالمعلومات ولا تبدا بالتوصيف، ولا ما عرفتيش باش تبدا. هي سهله الامر سهل اليوم. صافي، نوجدوا نطلقوا على بركه الله. المطلوب منك انك دير واحد العمليه مهمه اللي غتيسر هذا سر يمكن ما يقولوش لك الناس، ولكن انا غادي نقول لك الطريقه الا بغيتيها تكون فعاله باش انك توجد مزيان للامتحان بالمباراه ديال التعليم الابتدائي. اول حاجه تدير ما تمشي لا تراجع ولا توجد ولا تمشي دير دي فورماسيون، لا قبل هادشي كامل. اول حاجه غادي تاخذ الامتحانات السابقه، يعني ديال السنه اللي فاتت. بلاتي ما تمشي فينا، عرفت كتقول لي راني كنديرها وكنجبد، بلاتي الطريقه اللي كديرهم بها ماشي هي اللي بغيت نقول لك. انت كتبقى تقراها وكتبقى تجاوب على الاسئله، لا لا لا. الطريقه اللي بغيت نعطيك اليوم هي انك غادي تاخذ الامتحانات ديال السنوات السابقه او عاد ديال السنه السابقه. شنو غادي دير بها؟ غتقراها وانت مرتاح. ها، قراها وانت بخير بلا ما تقلب على الجواب، اقراها. شوف اشنا هي الاحاطات اللي كاينه، شوف اشنا هي المجالات ديال الاسئله، والدماغ ديالك غيكون تيخدم معك. شنو كيدير الدماغ ديالك؟ تيقول هذه راه عندك جواب عليها، وهذه مازال هذه خصك تبحث فيها. كيبدا يقاد لك المجال، بمعنى كتكون تتقرا وفي نفس الوقت الدماغ ديالك تيصنف وتيرتب. هذه الخدمه ديال الدماغ، تيصنف وتيرتب وتيقاد ويوجد لك المجالات اللي غادي تشتغل فيها. فلينا هذه المرحله هذه كمرحله اوليه. المرحله الثانيه شنو غادي دير؟ غادي تمشي الان تبدا المراجعه ديالك. تبدا، شوف ما جاوبناش، تبدا المراجعه ديالك. وانت تتبدا سواء عند شخص كيدير المراجعات، او انت بغيتي تبحث في كتاب، او بغيتي تبحث في وثائق او في مواقع. كتبدا تجاوب شنو كيكون عندك. دماغك تيخلق لك التحفيز والشغف، ولكن وانت تتقرا تتراجع شنو تيوقع؟ الدماغ ديالك تياخذ الاجابات وكيحطها في الاماكن المعينه بلا ما تجاوب. انت كتقرا، ماشي بحال الطريقه القديمه. الطريقه القديمه شنو كدير فيها؟ هو انك تبقى تراجع مازال ما عرفتيش شنو هما الاسئله. لا، دابا انت راه الاسئله مطروحه، بل المجالات ديال الاسئله مطروحه في الدماغ ديالك، وهو تيقوم بالمهام ديالو. نعاود ناكد، ملي كتقرا يعني الاسئله ديال المباريات السابقه، الدماغ ديالك اش كيدير؟ كيبدا يخلق احتياجات، وكيولي عنده حوافز، وكيولي عنده شغف باش انه يستمع للمعلومه. بالتالي ملي كتكون انت كتراجع ما كتعياش، لان دماغك مصنف مقاد مرتب المعلومه فين كاين. وبغيت نزيدكم واحد الحاجه، هو ان الطريقه اللي كنوريكم هي طريقه مناسبه تماما للبي سي ام، يعني الاسئله من اختيارات متعدده اللي كتطرح في المباريات ديال التعليم. اذا الطريقه، قلبوا على المواضيع القديمه، قراوها، حاولوا توسعوا فيها، تابعوا ليها، عرفوا المجالات، سيروا راجعوا. من بعد منها الدماغ ديالكم راه كيجاوب اوتوماتيكيا على جميع الاسئله، وان شاء الله غادي تنجحوا. تابعوا القناه ديالنا للمزيد.